أهله حطوني أنا وجوزي في أسوأ فندق، فغيرنا حجزهم وخدنا مكانهم. أنا حجزت مع محمود في الفندق اللي أهله اختاروه بنفسهم. أهل محمود هم اللي نظموا سفرية الفرح لأخوه كريم، ولما وزعوا الأوض لقيت العيلة كلها في الفندق الفخم اللي على البحر مباشرة، إلا أنا ومحمود. حطونا في فندق صغير بعيد عن البحر ب20 دقيقة وجنب محطة بنزين. أنا ومحمود متجوزين بقالنا 4 سنين، وأهله من يومهم ومش قادرين يتقبلوني، دايما يتجاهلونا. ولما حماتي بعتت على الجروب عملت نفسها بتقدم لنا هدية وقالت: انتوا لسه شباب وبتحبوا المغامرة، مش هتقعدوا في الفندق كتير أصلا. في نفس الوقت هي وحماية واخدين السويت اللي بيطل على البحر، وأخته واخدة أوضة ببلكونة، وحتى ولاد عمهم حاطينهم في الفندق الرئيسي. محمود كلم الفندق بنفسه عشان يتأكد، ولقى إن كان في أوضة عادية فاضية الويك إند كله. يعني الموضوع ما كانش فلوس ولا زحمة، هما بس قرروا إننا ما نستاهلش نكون معاهم. أنا اتضايقت جدا، بس ما حبيتش أعمل مشكلة، وقلت لمحمود: ده فرح كريم أخوك، بلاش نعمل دراما. وهو وافقني وشال في نفسه. بس اللي هم نسووا بقى إن من 3 شهور لما قرروا يحجزوا الأوض، حماية طلب من محمود يحجز كل حاجة بكارت الفيزا بتاعه، وقال له إنه هيدفع له الفلوس في وقت تاني. فكل الحجوزات كانت باسم محمود. طبعا حماية ما دفعش ولا مليم، وكل ما محمود يفتحه في الموضوع يقول له: بعد الفرح، بعد الفرح. قبل السفر بأسابيع محمود دخل على حساب الفندق ونقل حجزنا للأوضة العادية الفاضية اللي على البحر. بعدها كلم الفندق ونقل أبوه وأمه للفندق البعيد بتاعنا، وملمسش أوض حد تاني، وما قالش كلمة لأي حد من أهله. لما وصلنا ودخلنا السويت خرجت للبلكونة وشفت البحر وما بقتش مصدقة نفسي، وسألته: عملت كده إزاي؟ قال لي: أنا اهتميت بالموضوع. تاني يوم الظهر أهله وصلوا. حماية كلم محمود وقال له: إحنا في الريزورت وبيقولوا مفيش حجز باسمنا. محمود رد عليه ببرود: طبيعي، انتوا مش هنا، أنا بعتلك العنوان في رسالة. سكت حماية شوية وقال: مش ده الفندق اللي هتنزل فيه انت ونورهان؟ رد محمود: بالظبط، انتوا اللي اخترتوه وقلت أكيد هيعجبكم، انتوا كبار وبتحبوا المغامرة. حماية ضحك بقلة حيلة فاكره بيبهزر: ظريف قوي يا محمود، صلح الموقف بقى. محمود قال له: مفيش حاجة أقدر أعملها. حماتي خطفت التليفون وصرخت: نورهان هي اللي قلبتك علينا أكيد. محمود اداني التليفون وأنا كنت سامعة كل حاجة. قلت لها: يا طنط، أنا شفت رسالة الجروب، انتي حطيتينا بعيد عن الكل وقلتي دي هدية. حاولوا مع الريسبشن ومع منظمة الفرح، بس كل حاجة كانت مقفولة في وشهم، لأن كل الحجوزات باسم محمود. قضينا الويك إند كله في السويت وهم قعدوا في الفندق البعيد. حماية لحد النهاردة مش قادر يحط عينه في عين محمود، وأنا لحد دلوقتي حاطط صورة البحر خلفية لتليفوني.